مساء الفل. عاملين ايه يا حبايبي؟ ايه اخباركم؟ تعالوا بقى كده ندردش مع بعض شويه. موضوع اللي انا عايزه ادردش معاكم فيه، يعني ان احنا نسمع اكتر ما نتكلم، لان كتر الكلام ساعات بيجيب مشاكل لصاحبه. ممكن واحد بيتكلم بعفويه وبيتكلم بنيه صافيه، بقت الناس بتفهم الكلام للاسف بنيه وحشه. عشان كده لما الواحد يقعد ما يبتديش، يعني لو سمع مشكله او سمع حاجه ما يدخلش فيها كده على طول، لا، نقعد كده عاقلين وراسين وبلاش نندفع، لان الاندفاع ممكن يوقعنا في مشاكل. ممكن اكون انا داخله ما بين اتنين احاول ان انا اصلحهم، واجي مثلا اقول كلمه، كلمتي هي اللي تتحسب وكلمه وهم يتصافوا وخلاص، لا. عشان كده بقول نسكت ونسمع بعقل. بلاش الاندفاع، بلاش التسرع، لان ده هيوقعنا في مشاكل. والناس بقت خلاص، بقى كل واحد على المحك للتاني، بقت الامور صعبة. انا مش بتكلم على مشكلة حصلت لي، لا، انا بتكلم عامة في العموم. انا يعني بدردش معاكم عامة في المشاكل اللي بتحصل في حياتنا. فزي ما بيقولوا، اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. مش معنى كده ان احنا نقعد خرسين ما نتكلمش، لا، نتكلم، بس نحاول الكلمة اللي هنطلعها بحساب. وبلاش نفضفض قوي، وبلاش الثقة الزايدة في اللي حوالينا قوي، لان بقت الناس انا مش بخوفكم من الناس، ما انا واحدة من الناس، لا. مش كل حاجة تتحكي، مش كل حاجة تتقال. الناس بقت صعبة شوية. ونحاول ان احنا زي ما بنقول نسكت وما نتكلمش كتير. ويا رب تكون نصيحة.